يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشيني كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويهمك. هنتكلم عن الفرق بين عقد العمل المحدد وعقد العمل المفتوح. وخلي بالك في نهايه الفيديو هنقولك على حاجه هتفيدك جدا، فياريت ما تفوتهاش عشان ما اطولش عليكم. ويلا بينا. اولا، ايه هو عقد العمل المحدد؟ عقد العمل المحدد ده سيدي بيكون عقد عمل محدد بمده انتهاء. يعني من الاخر كده، وانت بتمضي عقد العمل في الشركه بيبقى موجود فيه تاريخ انتهاء. فممكن مثلا عقدك ينتهي بعد شهر، بعد 3 شهور، او بعد 6 شهور، او حتى بعد سنة. فنوع العقد ده مجرد ما مدتك بتنتهي بتاخد بعضك وتدور على شغل تاني. وكمان بيكون قابل للتجديد. يعني من الاخر كده، لو صاحب الشغل لكن انسان ملتزم في شغلك فممكن يجدد لك العقد كمان مرة. يعني بعد ما مدة العقد الاولاني تنتهي، هو لو لك انسان كويس جدا فممكن يجدد لك العقد للمرة التانية، وبرضه بيكون محدد المدة. طب ايه هو العقد المفتوح؟ العقد المفتوح ده حبيب قلبي مجرد ما بتمضيه هو ملوش تاريخ انتهاء. انت بينتهي العقد المفتوح معاك لما انت بتخلص مدة عملك وبتطلع على المعاش. يعني بتقعد سنين كتير في نفس الشغلانة وبتطلع على المعاش، هو ده مدة انتهائه. او ممكن العقد المفتوح ده بالنسبة لك ينتهي لو عملت مشكلة كبيرة جدا وفصلوك، كده بيكون العقد المفتوح بتاعك انتهى. ايه هي عيوب العقد المحدد؟ بص يا سيدي، العقد المحدد عيوبه ان انت لو انت مرتبك ضعيف، لو انت حصلت لك اي مشكلة في الشغل بتاع، ما بتقدرش تتكلم قوي خوفا على ان هم بعد مدة العقد ما تنتهي يمشوك. دي نقطة. النقطة التانية، تاني مشكلة، لو مدة العقد بتاعك بعد ما تنتهي وانت سبت الشغل هتاخد وقت كبير جدا على ما تلاقي شغل تاني. طيب، مميزات العقد المفتوح. العقد المفتوح حبيب قلبي هو ملوش تاريخ انتهاء زي ما قلت لك، وبتفضل مكمل في الشغل لحد ما تطلع على المعاش. يعني من الاخر انت بتكون ضمنت الشغلانه معاك على طول. ده لو انت ما عملتش مشكله كبيره في الشغل وخالفت قوانين الشغل وفصلوك. تاني حاجه، لو ليك حقوق، لو انت شايف ان الشركه مش بتديك حقوقك تقدر تروح تشتكي الشركه، ومحدش هيقدر يفصلك من الشغل ولا حد يقدر يطردك، لان انت معاك عقد مفتوح. فهم مش هيقدروا يطردوك وهيضطروا ان هم يدوك الحقوق بتاعتك. طبعا بقى حبيب قلبي، فاكر كده في اول فيديو لما قلت لك هقول لك على حاجه في اخر الفيديو؟ بص بقى يا سيدي، صاحب الشغل لو لقاك بعد مده العقد الاولانيه، يعني انت رحت مضيت العقد مع شركه دي كانت اول مره تشتغل معاهم، وصاحب الشغل لك انسان كويس جدا فقرر ان هو يجدد لك العقد للمره الثانيه، يعني انت هتجدد العقد كمان مره. حاول تمشي بالنظام اللي انت كنت ماشي عليه في العقد الاولاني، وتكون انسان كويس جدا في شغلك مالكش دعوه بحاجه. تحاول تحافظ على شغلك على قد ما تقدر، عشان صاحب الشغل لو لك انسان كويس جدا ويقدر يعتمد عليك فممكن يجدد لك العقد لثالث مره. بعد ثالث مره لو صاحب الشغل كلمك وقال لك تعالى نجدد العقد للمره الرابعه، قول له انا بطالب حقي في العقد المفتوح. لان يا حبيب قلبي دي مشكله بتقابل ناس كتير جدا وشباب كتير جدا مش فاهم اي حاجه. بيروح يمضي العقد اول مره، صاحب الشغل يجدد له الثاني، يجدد له الثالث، يجي صاحب الشغل يكلمه يقول له تعالى نجدد العقد للمره الرابعه، فالشاب يروح وهو مش فاهم حاجه يروح يجدد العقد. ولكن المفروض الشاب ده بعد ثالث مره يقول له لا، انا من حقي دلوقتي ان انا اخد العقد المفتوح، لان هنا من حقك بعد العقد الثالث تاخد العقد المفتوح. روح اطلب بحقك في العقد المفتوح، قول لهم انا من حق العقد المفتوح. فاريت لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله، وما تنساش اللايك الحلو بتاعك. اشوفكم في فيديو مهم. سلام.